العزلة الرقمية. هل نخشى اللقاء الحقيقي؟ العزلة الرقمية. هل نخشى اللقاء الحقيقي؟ السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون. في زمن تحول فيه العالم إلى قرية رقمية صغيرة، أصبح الهاتف هو الرفيق، وأمست الشاشات نوافذنا إلى الحياة. نتواصل بالرسائل النصية، نتشارك لحظاتنا بالصور والفيديوهات، ندير أعمالنا ونواسي أحبابنا. كل ذلك يا صديقي من خلف الشاشات. ولكن في خضم هذا التواصل المتسارع يبرز سؤال ملح: هل أصبحنا نخشى اللقاء الحقيقي؟ هل صنعت لنا العزلة الرقمية جداراً غير مرئي يفصلنا عن الواقع؟ لماذا نهرب من اللقاء الحقيقي؟ وهم الكمال. في العالم الرقمي نصنع نسخاً مثالية من أنفسنا، نعدل صورنا، ننتقي كلماتنا، نخفي ضعفنا، ولكن في اللقاء الحقيقي لا فلتر ولا تحسين. المشاعر ظاهرة والعيون تفضح، والصدق يكشف. تجنب المواجهة. التواصل الرقمي يمكننا من الاختفاء، من تأجيل الردود وربما تجاهلها. أما اللقاء الحقيقي فهو التزام، حضور وإنصات وتفاعل. الخوف من الحكم والتقييم. هل ستعجبهم كلماتي؟ هل مظهري لائق؟ أسئلة تراود أفكارنا، فنلجأ للراحة الزائفة وراء الشاشة. تآكل المهارات الاجتماعية. قلة اللقاءات تضعف قدرتنا على الحوار وقراءة الوجوه وإظهار المشاعر، وبدون ممارسة تضمحل هذه المهارات. متلازمة الخوف من الفوات FOMO. مفارقة مؤلمة. رغم كثرة التواصل نشعر بالوحدة، نشاهد حياة الآخرين فنشعر أننا نتأخر، فننسحب وننعزل. فهل العزلة الرقمية قدر؟ كلا، بل هي دعوة لإعادة التوازن بين العالمين، الرقمي والحقيقي. كيف نستعيد دفء اللقاء؟ كيف نستعيد دفء اللقاء الإنساني؟ ابدأ بالتدرج. لا تذهب إلى الزحام مباشرة. لقاء مع صديق أو زيارة قصيرة لأحد أقاربك كافية لبدء التغيير. خصص وقتا للتواصل الحقيقي، مواعيد ثابتة للقاء بلا هواتف. قلل من وقت الشاشة. كل دقيقة تبتعد فيها عن الهاتف تقرب فيها من الحياة. تذكر جمال اللقاء: ابتسامة وجها لوجه، لمسة دافئة، نظرة صادقة لا يمكن لأي تطبيق أن ينقلها. تقبل عيوبك وعيوب الآخرين، فنحن يا صديقي بشر، وجمالنا في عفويتنا. أعزائي المستمعين، التقنية أداة رائعة للتواصل،
ولكنها لا تغني عن القرب الإنساني. فلنكسر حواجز الخوف، ولنمد أيدينا لبعضنا البعض، ولنعد اكتشاف لذة اللقاء وصدق الحديث. سؤالنا اليوم: متى كانت آخر مرة التقيت فيها بأحد دون أن تنظر في هاتفك؟ وهل تشتاق مثلنا إلى لقاء حقيقي يشبه لقاءات الأمس؟ كنت معكم أحمد صالح في صوت النجاة. إلى لقاء قادم بإذن الله. كونوا قريبين وكونوا أنتم في رعاية الله.